وجودكم معنا أيها السادة والسيدات الكرام في هذه الجلسة الحوارية التي قام بها مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية تحت عنوان من اللامركزية نحو دستور وطني جامع، وهي محطة فكرية وسياسية تهدف إلى تعميق النقاش حول سبل بناء دولة عادلة ومتوازنة ومتماسكة، ويكون فيها الدستور مرآة صادقة لتطلعات جميع أبناء الوطن. حقيقة اليوم جلستنا أو فعالياتنا ليست فقط فعالية تجمع، بل هي مساحة الحوار بالدرجة الأولى لنتبادل وجهات نظرنا في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة حول المفهوم اللامركزي وأثرها على مستقبل سوريا، وأيضا سنسلط الضوء حول الدستور السوري ودور المكونات فيها، وعلى رأسها دور المرأة السورية. يعني إذا ذهبنا أو كانت هناك ترسيخ لمفاهيم أساسية أو ترسيخ لمفهوم الديمقراطية في سوريا بشكل عام، يجب بداية أن نتحدث عن بناء دستور جامع، وهذا الدستور يجب أن يكون فيه مستندات أيضا. هذه الاستنادات أن تستند إلى القوانين الدولية، إلى مجموعة عهود ومواثيق دولية اللي هي تمنح الإنسان الحرية وتمنح الإنسان الآلية الديمقراطية، وخاصة أتحدث فيها في بلدان الشرق الأوسط تماما، كون هذه البلدان هي لا تتوفر فيها الآلية الديمقراطية. دائما تكون في هذه البلدان شرعية القوة وليست قوة الشرعية. اليوم حتى بالإعلان الدستوري مكتوب تكفل. الكفالة مثل الوكالة، ممكن تحمي وممكن ما تحمي، لكن لما تكون مادة أساسية لحقوق وحريات بالإعلان الدستوري راح يكون لكافة المكونات للمرأة. العدالة الجندرية اللي تطرقتي لها، نحن اليوم هي قائمة على المساواة العددية، وهي أشبه بصراع الحداثة الرأسمالية والاشتراكية. التوصيات الختامية للجلسة: 1. التأكيد على أن اللامركزية هي حجر أساسي لبناء سوريا ديمقراطية وعادلة، ويجب أن تضمن مشاركة فعلية لجميع مكونات سوريا وعلى رأسها المرأة السورية. 2. المطالبة بأن تكون المرأة شريكة أساسية في عملية صياغة الدستور الوطني عبر تمثيل لا يقل عن 50% في جميع مراحل العملية الدستورية. 3. ضرورة إدراج العدالة الجندرية كمبدأ دستوري صريح يضمن المساواة في الحقوق والفرص بين الرجل والمرأة ويمنع التمييز بكافة أشكاله. 4. التأكيد على الحكم اللامركزي يشكل إطاراً مهما للمكونات السورية ولتمكين المرأة في كافة المجالات الحياة. 5. تبني رؤية نسوية لحوكمة تدمج القضايا المجتمعية والإنسانية في صلب عملية بناء الدولة وليس فقط في الجوانب الشكلية أو تمثيلية. 6. التزام بتطبيق المواثيق الدولية في دستور سوريا الجديد، وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة اتفاقية سيداو ضمن الدستور السوري المستقبلي. 7. دعوة القوى السياسية الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني والنسوي والشبابي إلى تبني مخرجات هذه الجلسة ضمن أجنداتها وخططها المستقبلية والعمل على تحويلها إلى خطوات عملية.